ويل لكل همزة لمزة. يعني ايه همزة لمزة؟ الهمزة بالمعنى اللي احنا متعودين عليه هي الهمز واللمز. ايه هو الهمز وايه هو اللمز؟ الهمز هو السخرية من الناس بالقول، حد بيتكلم فنسخر منه عن طريق الكلام، نعيب عليه زي ما احنا بنقول كده، او نتنمر عليه وعلى كلامه. اللمز هو السخرية برضو ولكن بتعبيرات الجسد، يعني مثلا نبص بصة مش لطيفة أو نبص لبعض وهو حد بيتكلم، أيا ما كان التعبير الجسدي اللي ممكن نعمله عن طريق السخرية. حد يتكلم فنقوم باصين لبعض كده ونلمز عليه. فده الفرق بين الهمز واللمز. الهمز بالكلام واللمز بالجسد، والاتنين معناهم سخرية أو تنمر على الطرف التاني. ويل لكل همزة لمزة. يعني إيه ويل؟ الويل جماعة من المفسرين قالوا إن هو مكان في جهنم ربنا عز وجل أعده لمن ذكر بعدهم كلمة ويل. ومفسرين تاني قالوا لا، ويل ده معناه شدة الوعيد. ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر كلمة ويل وبعدها فعل، يبقى الفعل ده قد إيه صعب، وربنا عز وجل توعد لصاحبه. الذي جمع مالا وعدده. هل جمع المال ربنا سبحانه وتعالى يتوعد لصاحبه؟ لا، المقصود جمع المال اللي بيلهي صاحبه عن فعل الخير وعبادة الله عز وجل. جمع المال ممكن يكون فيه خيرات كتير وصاحبه يكون بيتصدق وبيؤدي حق العباد وحق الله سبحانه وتعالى. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والمال مش بس الفلوس أو الأموال اللي هي يعني نقود، لا، المال هو كل ما مالت إليه النفس. والذين في أموالهم حق معلوم يعني فيما يملكون. فهنا الذي جمع مالا وعدده ربنا سبحانه وتعالى يتوعد له، لأنه ألهاه عن الهدف الحقيقي من وجوده في الدنيا. يحسب أن ماله أخلده، وده السبب الثاني، إن هو مغتر بالأشياء اللي موجودة عنده واللي هو بيمتلكها، حتى ظن إن المال ده هو هيكون سبب في خلوده، فزاد الإلهاء اللي موجود عنده بسبب هذه الأموال. فربنا سبحانه وتعالى يرد عليه في الآية اللي بعدها: كلا لينبذن في الحطمة ليلقين. يعني هيترمي بسبب الفلوس دي أو بسبب المال بقى، خلينا نقول بشكل عام، هيلقى في جهنم بسببها. والحطمة اسم من أسماء جهنم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، وسميت بذلك لأنها بتحطم ما فيها. نسأل الله العفو والعافية. وزيادة في تأكيد المعنى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، اللي هي إيه؟ نار الله الموقدة. ومن ضمن الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في هذه النار إن هي بتطلع على الأفئدة، إنها بتطلع على قلوب العباد، مش بس عارفاهم شكلا، لا، دي كمان عندها خبر باللي في قلوبهم. إنها عليهم مؤصدة، يعني هتتقفل عليهم في عمد ممددة، وهتتقفل عليهم بشكل محكم جدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وده تفسير سورة الهمزة. ممكن لما نقرأها وإحنا عارفين معناها يكون التدبر أفضل بكتير.